اهلا كبيدات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غادي يكونوا فيه جوج ماسكات وواحد المقشر. المهم واحد الروتين اللي غيكون زوين بالنسبه للبشره. انتم كتعرفوا بان دابا الصيف سالا، كاينين لافحات الشمس، تصبغات، الكلف، السموريه، يعني المهم الجلد كيكون واكلها. فانا غادي نشارك معكم هذا الروتين هذا، فيه جوج ماسكات وفيه مقشر. الماسك الاول كيتكون، لا عفوا، المقشر الاول كيتكون من الروز ومن الحليب ديال الكوكو ومن الزيت ديال اللوز الحلو. فانا خلطت معكم الماسك ودابا غادي نابليكيه على الوجيه. فانا ما درتش ديك الرشه ديال الماء اللي موالفه كندير معكم. علاش؟ لانني دايره الحليب ديال الكوكو، وكيف ما قلت لكم دايره الحليب ديال الكوكو، فما غاديش نحتاج ترطيب ديال الماء. وهذا فهاد المقشر رائع بالنسبه للبشره اللي فيها لفحات، تصبغات، مشاكل البشره، الكلف، التصبغات ديال الشمس، يعني البحار، داكشي كاع كامل اللي كيبقى مور البحر غادي نحيدوه ان شاء الله بهذا الروتين الصغيور الزويون الفن. المهم غادي نحاول ما امكن غادي نابليكي على الوجه ديالي، وغادي نحاول ما امكن ابليكي حتى على الدرعين ديالي اللي شاده ليا فيهم الشمس. هانتوما كتشوفوا بانني ضارباني الشمس اللبغه ديالي، وهذا راه تتشوفوا الفرق، يعني الداخل بيض ولكن من برا راه تيبان السمر حالته. المهم غادي نحاول ما امكن نبقى نقومي بحركات دائريه ونشوف البلايص اللي فيهم قشور، بحال دابا الفم، حول الفم، المنطقه حول الانف. المهم هادشي كاع كامل غادي نقوميه وغادي نحيدو، نتوما غتشوفوا الريزلت ان شاء الله. إلا لاحظتوا البنات، إلا لاحظتوا راني حاولت ما أمكن نبين لكم كل شيء. ففي التقشير كنقشر بحركة دائرية، وكنحس وانا كنقشر كنحس بان البشره ديالي ولات رطبه. ملي غادي نغسل غادي تشوفوا الفرق. مده التقشير تقريبا غادي تقشروا من 5 دقائق، يعني المينيموم، حتى 10 دقائق، والنتيجه غادي تشوفوها من بعد. انتم البنات غادي تشوفوا الفرق. عرفتي النتيجه؟ يا سلام، عرفتي هذا المقشر رائع البنات، رائع رائع رائع. مهم السموريه ديال اللي دينا ما غتحيدش من اول مره. غادي تحاولوا تواكبوا واحد 3 مرات ولا 4 هكا في الاسبوع، غادي تعطيكم نتيجه زوينه. ودابا غادي ندوزو باش نوجد معكم الماسك الاول اللي رائع في التبييض، في التنقيه ديال البشره، في التصفيه، في كل شيء رائع بالنسبه للبشره. هاد الماسك هذا غادي تشوفوا بانني انا دايره فيه لالواي فيغا و عرق السوس مطحون ونشا الذره خطيره في التبييض. وغادي نزيد عليهم الحليب ديال الكوكو. حليب ديال الكوكو في الترطيب خطير، نشا الذره في التبييض خطيره، العرق السوس في التبييض والتنقيه رائع. ما نعاودش لكم، راه شاركت معكم بامال دي ماسك اللي درتهم معكم في القناه. مهم غادي نحاول ما امكن نابليكي الماسك دابا على الوجيه ديالي. نتوما غادي تشوفوا الفرق على البشره. بطبيعه الحال اليديات ديالي، يعني الا بغاو داكشي غادي نحاول ما امكن، لانني مازال غادي ندير واحد الروتين اللي غيكون تا هو شامل، وغادي ندير معاهم هذا الماسك هذا. المهم غادي ندير الماسك، غنابليكيه على الوجيه ديالي، وغادي نخليه لمده ديال من 15 حتى ل 20 دقيقه، وغادي نابليكي الماسك حتى على اليديات ديالي هكا تحيد لي ديك السموريه. فالصيف سالا، غادي نبداو الخدمه ان شاء الله. غادي نبداوها، وخاصنا نبداوها وحنا البشره ديالنا نقيه مقاده. المهم هو راه السموريه ما كتحيدش من المره الاولى. ضروري كيخصنا واحد الروتينات اللي نتبعوهم دائما، اولا ماسكات اللي غادي نتبعوهم دائما. فباش يعطيونا نتيجه، دائما الحاجه الطبيعيه كتاخذ واحد شويه ديال الوقت، ماشي بحال الحاجه الكيميائيه. ولكن اختي خليني عارف الطبيعي، طبيعي رائع. خليت الماسك حتى نشف لمده ديال 20 دقيقه. المهم راه هو ما نشفش كومبليتوم. غسلت يدياتي ودابا غادي ندوز باش نغسل الوجيه ديالي. فانا حتى غسلت يدياتي عاد تفكرت بانني خصني نصور لكم اللقطه. هاد الماسك هذا رائع البنات في التبييض. انتم غتشوفوا الفرق دابا، ولا بغيوس اللي كيخليه في الوجيه.
شوفوا، 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 كنصور بدون فلتر، بدون حتى شي حاجة، كاميرا عادية، رائع، 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 كيخلي واحد لابغيونس يعني من الدقة الأولى. غادي ندوز دابا غادي نشارك معاكم الماسك الثاني اللي هو بالعدس كوغاي. درت معلقه ديال العدس كوغاي، 4 معالق ديال هذا النيله، وخلطت بالالواي فيغا، ودرت معلقه ديال الالواي فيغا وخلطت بالحليب ديال الكوكو. علاش؟ حليب ديال الكوكو البنات كيرطب البشره. بالنسبه للنيله خطيره في التبييض، في التنقيه، يعني التصبغات، مشاكل البشره، الكلف، المهم كلشي هادشي رائع. بالنسبه للكوغاي راني شاركت معكم واحد الماسك اللي رائع، كنت شاركته معكم في القناه شحال هادي تقريبا، هادي واحد 10 شهور ولا 11 شهر هكاك. رائع، زوين في التبييض. بالنسبه للالواي فيغا، علاش خلطت الماسكات بجوجهم بالالواي فيغا؟ ملي كتمشيو للبحر او لا بيسين وكتاخذوا دوك الضربات ديال الشمس على الجسم ديالكم او على البشره ديالكم، كتحمر ومن بعد كترجع كحوله، يعني كيكون حتى داك الصهد في الجسم. فالالواي فيغا كتخرج داك الصهد وديك السخونيه اللي كتكون في البشره ديالنا. فانا الا لاحظتوني راني درتها في الماسكات بجوج. الالواي فيغا شي حاجه اللي زعما خطيره، زوينه، يعني خطيره بالمعنى الايجابي ماشي بالمعنى السلبي. زوينه للبشره. فهاد الماسك هذا حتى هو غادي نخليه من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، وغادي ندوزو باش نغسلوه. شوفوا لي النتيجه، شوفوا لي النتيجه. يعني النتيجه كتهضر على نفسها البنات، النتيجه كتهضر على نفسها. المهم انا باقي ما تعودتش على انني نمسح بالورق، كنمسحها غير بهذا بالفوطه. المهم بزاف البنات تيقول لك حق البكتيريا، المهم انا ما توقع ليا حتى شي حاجه الحمد لله. ومن بعد اي روتين ومن بعد اي ماسك تندوزو باش نديرو طونر. البنات اللي كيديروا مكعبات التاج او المكعبات ديال العصير د الخضر وهذا رائع. انا مازال ما صاوبتهمش، معكازه ماشي معكازه، عندي بزاف ديال البلانات. فانا عندي الطونر ديال لالواي فيغا، بما انني استعملت لالواي فيغا حتى انايا حتى في الطونر دايره بلالواي فيغا. طونر كنت خديته من مينيسو، ما غاليش البنات وزوين تيسد المسام. يعني ضروري خصنا نسدو المسامات. ومن طبيعه الحال من بعد الطونر كيخصنا نرطبو ترطيب عميق البشره باش تعطينا واحد ليفي اولا المهم وداك البون مين في الاخر وهذا، وتعطينا الريزولتا وتبان. كتقولوا لي علاش كترطبي بنيفيا؟ نيفيا كنت شاريها جديده وتنرطب بها. تقولي المقاطعه، لا لا المقاطعه، ولكن ملي غتسالي ما غنبقاش نشريها، ولكن ما غاديش نضيع هذا البو هذا حتى هو راه مشتري بالفلوس. المهم غادي نوريكم النتيجه النهائيه رائعه. كنتمنى على انكم تبارطاجيو الفيديو، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.